ولا يدفن في المغرب. هذه التي تخلي الواحد يوقف، تقول استغفر الله العظيم. يعني ما تصلش العقد إلى هذا الدرجة. واحد يقول أنا في فرنسا، لكن إذا مت سأقول لهم يحرقوا جثتي. المغاربة أنا نعرفهم لا يدفنون إلا في المغرب. سبحان الله، أمر غريب جدا. تفضل يا شكلال. السلام عليكم مسي اسعد، وتحياتي ليك والضيوف الكرام ديالك وكاع الناس الحاضرين في هذا اللايف. كيف الاحوال؟ بخير، أنت اتمنى الله تكونوا لاباس؟ بخير وعلى خير. والله لا غايه، الحمد لله ونشكروه. الله يحفظك، الله والله ينورك. كاين قال لك، شوف كان بحال هذا الانسان هذا اللي قال لك اودي انه ما باغيش يدخل المغرب نهائيا. اخويا ما تدخلش المغرب، تدخل في حيط. اين هو الاشكال؟ عندنا حنا شي اشكال؟ واش المغرب انه حسبت المغرب راه ينتظرك انت باش تدخل المغرب؟ ولا هاد العقليه ديال هاد الناس، هاد الانسان اللي طلع وتكلم في هاد الاخر، هذا اللايفات ديالو كان لايفات كامله دياله، وانا اجزم واعرفه هنا في تيك توك. اللايفات دياله كاملين يتكلموا على العرض المراه. انسان متسخ، باش نجيك أع- بصراحه ودي اسعد. أعوذ اقسم بالله. برب الكعبه، وطلعت عندك مرارا وتكرارا. هو وهل ثبت هو طلع. عني أني اتهمت إنسانا أنه يتكلم في عرض المرأة، مغربي يتكلم في عرض المرأة كهذا الإنسان؟ أعوذ بالله. أقسم برب الكعبة لايفاته وهم الإخوان هنا لتحت. وإذا كذبت يقول لي أنت شكلك كذاب. دائما وأبدا على المرأة المغربية والظرف في عرض المرأة المغربية. هذا الإنسان المتسخ هذا، باش ننهيو الموضوع نهائيا وما نبقاوش نقولوا انه هو هو اما ما- تدخل هو المغرب. هو مغربي يا شكلان؟ واه هو مغربي بركان، مدينة بركان. بركان. واه شوف، انا ابن وجده، وقريت في مدينة بركان. يعني درت 3 سنين تاع الدراسة ديالي في مدينة بركان. نوليو هاد راك انت تعرف يعني انه هاد كلمة تاع البراني نستعملوها حتى بيناتنا. احنا هذه كلمة البراني لما يستعملها المغاربة مع بعضياتهم، يعني ما عندهاش واحد، يعني ليست باستنقاص وليست يعني بواحد كنستعملوا واحد الانسان اللي هو يعني لا ينتمي لديك المنطقة الجغرافية، ولا ينتمي ربما لهذيك المدينة، ولا نقولوا انسان براني، حاجة عادية. اما كرم وجود المغاربة معروف. أنا هنا مثلا في مدينة وجدة، نعطيك على مثلا مدينة وجدة. انا كانوا من الجيران ديالنا في الثمانينات نتاع الناس تاع مراكش مثلا. كاين ناس من الصحراء المغربيه اللي راهم هنا عندهم سنين وسنين في مدينه وجده. كاين ناس من بركان، كاين ناس من احفير، كاين ناس من الدار البيضاء. احنا متناسبين مع الناس تاع الدار البيضاء. انا عمي متناسب مع الناس تاع الدار البيضاء منذ 60 سنه. اين هو الاشكال؟ انا نعرف هنايا صديق ديالي من المنطقه الحدوديه، لما بغى يتزوج مشى حتى لجبال الاطلس وتزوج تمايا على سنه الله ورسوله، جاب الزوجه ديالو تعيش هنا. اين هو؟ هذا هو. هذه هي الشيم تاع المغاربه، احنا هكذا دايرين. اما هذيك انني انايا مع واحد مثلا انا ومجده وكنضحك مع واحد الانسان اللي هو مناظر، هذه حاجه عاديه. بعض النكات الترفيهيه، هذاك يخرج ربما بعض النكات والاخر يخرج بعض النكات، يعني حاجه عاديه تلقاها في جميع. اما باش تقول لي انه كاين تفرقه، هاد الناس، احنا هاد التفرقه هذه احنا ما عمرنا ما شفناها. احنا في الواقع ما كانش. وجده من اكبر المدن، قلت لك تلقى فيها المغاربه من جميع المناطق المغربيه، حتى من الصحراء كاينين في مدينه وجده. مغاربه الصحراء كاينين في مدينه وجده، مراكشيين، ناس تاع طنجه، ناس تاع تطوان. هنا يعطيك واحد الصوره. هاد هاد الاندماج وهاد الاختلاط نتاع المغاربه في واحد المنطقه يعطيك واحد الصوره على انه المغرب يعني ما عندناش حنا هذيك المشكل ديال القبليه، ولا المشكل انه هذاك جا من منطقه كذا وكذا. ما كايناش. ربما كانت في عقود مضت خلت. اما الان الواقع المغربي تعرفه، والكرم والجود المغربي تعرفه. احنا كما مثلا يجينا واحد الانسان مثلا من الدار البيضاء مثلا ضيف، غادي لابد من الكرم. جانا واحد الانسان من مراكش كذلك. جانا واحد الانسان غير منا، مثلا نعطيك مثلا، يجي واحد الانسان غير من تاوري، من احفير. احفير تبعد ب 15 ولا 20 كيلومتر على مدينه وجده. غادي نستضيفوه، غادي نضيفوه، لان هذا كبرنا به احنا كمغاربه. اما هذه عقده الاجنبي، انا اصبحت الناس اللي كيتداولوها اصبحت نشك في هذيك النقطه ديالهم، انهم الان هاد الناس يضربوا في المغرب، في المغاربه.
هاد الناس هادو باغين، انا بالنسبه لي باغين لكن يشوهوا المغاربه. أصبحت تردد بكثرة عقدة واه الأجنبي، عقدة الأجنبي، عقدة البراني. وعندكم عقد أنتم في المغرب؟ احنا لا عقد لا والو، الحمد لله الحمد لله وشكره. الانسان اذا كان ضيف مرحبا، مرحبا به. اين هو الاشكال؟ ياكل شوف ويشرب ونقول يا له. شكلها، أنت تسكن في وجدة. انا في مدينه وجده، والان حاليا راني في المغرب. دابا لحظة، أنت في المغرب وأنا أسكن في الرباط. دابا إذا أنا عرضت عليك أنت تيجي عند البيت، أنت البراني صح ولا لا؟ واه لانني ما نسكن، وراني مؤخرا انا كنت انا عندي الانساب ديالي من نواحي تاع الرباط، الناس نتاع من الرباط كاع، وكنت عندهم. يا والله إله العلي إلا العظيم الى يودي اسعد، الى داروا لنا واحد الاستقبال، واحد وليمه غداء، والله العالي العظيم الى ما شاء الله، وفرحوا بنا لانني جاي من وجده. وكذا اذا كان الانسان جايك من مدينه بعيده، وخصوصا مدينه بعيده، غادي تفرح به، لان شوف الهدف ديالنا ما هو من هذا الشيء هذا، ماشي أحيانا اطعام يا الناس. شكلال، أحيانا الهدف كلمة، الصوره. عفوا دقيقة، أحيانا كلمة براني هي لا يقصد بها أنك تنتقص ذلك الشخص أنه براني، لا، كي تعطي انطباع لأهل البلدة أنه هذا بمعنى ليس من بيننا، وبالتالي علينا أن نكرمه أكثر. براني يعني ليس من أبناء المدينة. أعتقد هو هذا صحيح المعنى. هذا هو المعنى ديالها، انه واحد الانسان لما يجي عندك اللي ينتميش لهذيك المنطقه مثلا ولا هذيك المدينه ويجي عندك ضيف، انت الان خصك يعني خصك تعطي واحد الصوره جميله على هذيك المنطقه يعني ديالك. كلمة براني ليست قدحية، بالعكس، لا هي لا، احنا نقولوها بعضي مع بعضياتنا. مثلا انا من نمشي مثلا عند الناس اللي نعرفهم في النواحي نتاع الرباط وتمارا وداك الشيء، من يكونوا مثلا نتكلموا على شي موضوع ولا شيء، نقول لهم اودي الاخوان انا براني، يعني هذا الموضوع لا يهمني. مثلا يكون ناقشوا شي امر بيناتهم على المدينه، نقول لهم اودي الاخوان رانا براني. يعني راني جايب واحد فهمت طيب. أنا المعنى ديالها. بغيت أسألك سؤال. الآن طليت على الطالبية الميكروفون، لقيت طابور طويل من الإخوة الجزائريين. عجبهم الموضوع أنه في يموتون عشقا في هذه المواضيع هذه. والله اقسم العظيم، بالله والله والله طابور طويل، طالبين الميكروفون يطلعوا يتكلموا. يموتون عشقا في هذه المواضيع، هما يعرفوه. شوف علاش قلت لك ودي ولا ذاك تعرف، الانسان بيطلعوا يقولوا على هذاك الشخص اللي اسمه نجم، بطل. رجال، بطل، البطل القومي، مغربي حر، مغربي عنده نيف، مغربي دمه حق. شوف يا اسعد، انا غادي نتحداه هنايا ونتحدى اي واحد الى اللايفات دياله، هذاك الانسان الى اللايفات ديالو ما تتكلمش وما تضربش في عرض المراه المغربيه، نطلع عندك هنا وقول لي يا شكلال انت من اكبر يعني كذاب، خراط بمعنى الكلمه. والله يا أخي خسارة، ليس بقى في رحاب المجلس. 99%، 100% من لايفاته تضرب في عرض المرأة المغربية. نسأل الله السلامة. شكلها خليك معنا، لا فلهذا تذهب. تجد يعني هاد الناس هاد الذباب، هذاك الذباب الازرق اللي يدور على الجيفه، انه هتطلع هاد الجيفه، فلذلك ترى الذبابه يعني شادين طابور. أوكي، خليك معي يا شكلها، لا تذهب. أنت ممثل لوجدة هنا، خليك. الأخ أي سميتك يا أخي؟ تي 1. السلام عليكم أسعد الشرعي، أنا الاسم ديالي طارق. إذا كان ممكن تعطينا المساحة الكاملة، ربما عندي بعض الأسئلة وندخل في موضوع، وربما تصحيح المعلومة الأخ شاك اللي لتحت اللي يتكلم على نجم الشرق، لأن ربما نجم الشرق إذا تكلم على ظاهرة ولا يعمم على المرأة المغربية، يعني باش تعطيو معلومة صحيحة. ومن حقه ينتقد واحد الفئة لأنها كتسيء المرأة المغربية، راه من حقه يا أخي أسعد الشرعي، هذا ليس موضوع. عمن تتحدث عن هذاك اللي مر ولا شكلال؟ لا، على شكلال عطى معلومة غلط على نجم الشرق. نجم الشرق يتكلم على واحد ظاهرة تسيء للمرأة المغربية ولا تشرف المرأة المغربية، فهذا عادي جدا أخي أسعد الشرعي، ولكن يعطينا دليل أنه يعمم على المرأة المغربية أو يسيء بكرامة المرأة المغربية. شكلال، افتح الميكروفون يا شكلال، برر هذا النقطة. اي ظاهره يتكلم عليها يا اخي؟ كيف تجعل من شيء ربما اللي هو واحد الحاله تجدها في جميع الدول، تجعل منها موضوعك 24 ساعه لا ب 24 ساعه؟
الائمه تكلموا، ائمه ناس داخل المساجد تكلموا في هذه النقطه هذه، انه الانسان على الاقل ما تجعلش انه المراه موضوع. انا ما دام انك موضوعك المراه فعندي بالنسبه لي القيمه ديالك قيمه لا قيمه لك. اعطي المعلومه صحيحه الاسعاد الشرعي، غادي نجاوب غادي نجاوب انا غادي نجاوب، بس ما تقوليش انه يعمم. انا اعرفه لا نعرفه حق المعرفة، ولكن أعطي المعلومة صحيحة ولا تعطي المعلومة غلط يا أخي. يضرب شوف إنسان يتكلم ويضرب في عرض المرأة المغربية، الصلاة على النبي. ولكن إذا ذهبت تجد النساء المغربيات معاه يقولون أين هما النساء المغربيات؟ اتق الله، من النساء المغربيات شفتهم تابعين النساء المغربيات؟ عندما يتكلم عن المرأة المغربية لماذا تجد أغلب النساء المغربيات؟ إذا كان شوف إذا كان الإنسان عنده، أنا ندير ميوت، تكلم أنا ندير ميوت وأعطيني إذا كان هو عنده معضلة فما يعممش على الناس. إذا الإنسان كان عنده مشكل وقع له لا قدر الله مشكل في منزله ما يعممش على الناس، ما يردش هذاك الكره. أنا يا أخوان ما رأيكم تتجاوزوا هذا الأمور حساسة شوية، ما في داعي لها النساء. أنا باش نتجاوز لعنا من حقي صح المعلومة الأخيرة. عندي الجواب الفاصل لهذه المشكلة هذه، نحل لك المشكل دابا ما بين الأخ. لما يجي الدور ديالك يا أخي. إذا دعنا ناخذ الأخ طارق أولا. 30 ثانية والله ما نفوتها بالله إذا سمحتوا. إذا خلينا نسمع الأخ. أيوه 30 ثانية. إذا سمحتوا لي بقلب أبيض أخوتي المغاربة مسموح. شكرا لكم سي أسعد. أول حاجة تحياتي لك، واحد الانسان عزيز عليا بزاف وانا كنتبعك. انا غندخل دابا باش نفصل في هذا الخلط اللي وقع في الامر ديال نجم الشرق، وعلى عاتقي وامانه بيني وبين الله غنقول لك الصراحه خويا اسعد. اوكي، اولا هذا السيد هذا ديال نجم الشرق هو واحد الانسان اللي اصلا انا مأكد بالحنكه اللي عندك انت في الحوار، وكنتي زدتي معاه غير شويه ديال الوقت غتقرب ليه واحد في المعرفه ديالو، غتعرف التعريف ديالو شكون هو هذا السيد. هذا السيد هذا هو واحد الانسان مبعدينه من المغرب، ولكن عنده واحد المنصه خاصه به اللي كيتطرق لها واحد المواضيع اجتماعيه. من بين هذه المواضيع هذا هو متخصص ماشي في سب المراه المغربيه، باش نوضحوا الصوره الاخ اسعد، هو عنده اختصاص في هذوك شبيهات المغربيات اللي كيعطيو واحد الصوره خايبه على البلاد. واش فهمتيني؟ باش نكونوا واضحين، هو ما كيقذفش المراه المغربيه جمله وتفصيلا بقدر ما كيحارب هذيك المراه اللي كتعطي واحد ديفينيسيون، واحد التعريف خايب على المراه المغربيه. هذا هو اللي بغيت نوصل لك انا. اما هو كشخص ما عرفتش كيفاش نشرح لك. هو انسان هذا هو اللي باغي نوصلوا الاخ بخير، هو انسان مثقف، ولكن غنكمل وغنهبط. ليس متخصص يا أخينا، ليس متخصص في المشاكل الاجتماعية، متخصص في موضوع. شكون انت؟ اسمح لي، انت شكون انت اللي غتفهم؟ شكون انت خويا؟ شوف يا اخوان، يا اسعد، ما دام انه طلع عندك هنا عرف بدك الناس اللي متخصصين في هذا الموضوع هذا غادي يطلعوا واحد ناس متسخه. انا سوق سؤال واحد وغنسالوا هذا المشكل هذا. انت اللي كتهضر خويا مراد كلمه باش اخينا او عفوا الذي لحظه انا ارى انك تنتظر دورك لانه لم تضيف جديدا. انت كنت كلما كنت ستقوله سيقوله طارق. يا اخوان لو سمحتوا، اولا جنبونا من هذا الكلام. اذا كان لحظه يا صاحبي، خلني أحسم هذا الموضوع. إذا كان هناك أي مظاهر فيها يعني مظاهر تسيء فهي في كل بلاد الدنيا، لستم وحدكم. وأنا أرى أن هذا الأمور كان ينبغي أن تناقشوها في لايفات شوية مغربية خالصة. الآن عندك جزائري فوق وأنا يمني، شو ما تفتحوا هذا الموضوع هنا يعني. والرجل هذا هو قد قال مداخلته وانصرف. الرجل وصل إلى درجة أنه يقول لا يريد أن يدفن في المغرب ويفضل أن تحرق جثته. يا رجل هذه حريته هذيك يا أخويا سعد. لا مش لا قضية حر، هو حر ولا أنت حر، ما عنديش مشكلة، لكن واضح أن الرجل يعاني من ضغوطات نفسية أو شيء من هذا القبيل. مستحيل يكون طبيعي، ما يمكن. ربما الطريق خانوا التعبير. أنا كنظن أنه خانوا التعبير بطريقة باش يوصل الرسالة. ربما احنا ماشي اننا فاش كنقولوا براني عندنا عقد ضد البراني ولا نحقد على البراني، لا حاشا، نحن نتعايش مع جميع الجنسيات، ولكن خصنا نعرفوا
بأن خطاب جلالة الملك عندما تكلم وتكلم على الجزائر بطريقة جيدة وإطفاء الفتنة، ولكن هل لم أرى أي مغربي من الإخوة اللي كيطلعوا معاك. نتحداك يا أسعد الشرعي شي يوم تجيب لي تسجيل أن أحدهم شكر الجندي المغربي الذي يحرس الحدود ليل نهار في المطار في الصيف في البرد. نتحدى. ايوه لا والله شكروا، والله شكروا، والله شكروا. ربما ينتظرون منك أنك تدافع على المغرب في المواقع، وهذا غلط. احنا ما قلنا أننا ضدك انت يا اخي، انت مغربي انت. أنا مغربي، ولا إذا كان هذا حبيبي، هذا منطق تبوني، ينتظرون منك أن تدافع، وأنا دافع عنك، أنا مسؤول عنك عشان أدافع عنك، ولا ما عندك رجال أنت عشان أدافع عنك أنا؟ اسمح لي يا سعد، لا تتعصب، خليني أعطيك سؤال. لا ما عصبش يا أخي، ما عصبش، لكن أنت يا أخي أنتوا تضروا بلادكم بهذا الطرح الهبل هذا يا أخي. هذا الكلام يقوله لا أحد يتزايد علينا لا بالملكية ولا لا بالوطنية. يا أخي ملكيتك يا أخي، الله يخلي لك ملكيتك، لكن إذا وقع مشكلة في المغرب، هل أنت ستأخذ السلاح وتدافع عن المغرب يا أسعد؟ أيوة أنت تأخذ السلاح؟ أيوة. أنت لم تأخذ سلاح حتى على بلدك، هربت من بلدك أنا الآن بلدي تدافع عن المغرب وهربت من بلدك. أنا أعيش في المغرب وليس في اليمن. لو أعيش في اليمن أقسم راسي أنا. دافع على بلادك قبل تدافع على المغرب. أنا أعيش في المغرب يا أخي. الجزائر بيننا وبينهم نسبوهم يسبونا، ايش دخلك انت؟ انا اعيش في المغرب، واذا حصل للمغرب شيء ساكون مع المغاربه. وايش تشتي انت؟ اتحداك لو حصل شيء في المغرب لهربت، لانك هربت من بلدك قبل والله العظيم، والله لا اكون قبلك انت. لا امثالك انت، والله ما تلاقيهم المغرب امثالك انت، والله ما يلاقيهم المغرب. المغرب سيجدني انا ويجد المغاربه الذي قاوموا الاستعمار، ولكن انت هربت من بلدك. كيف ستدافع على بلدك؟ ما هربتش يا حبيبي. اخي ممكن تتأدب شويه، انا لم اهرب لو سمحت، تحترم نفسك شويه. نحن نتكلم بالمنطق، انا مش على ما لحظه. لا دقيقه. انت هنا عندي معزز مكرم واحترمك، عليك ان تحترمني كما احترمك. انا لم اهرب، لا انا ما هربت من بلادي. هذا غباء. أنا إنسان يمني مغترب كملايين المغتربين اليمنيين الموجودين في أوروبا، في السعودية، في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا. أنا مغترب منذ 25 سنة داخل بريطانيا. يعني كلمة هروب هذه تسحبها وتفهمها جيدا. أنا لست هكذا، ولو كنت في بلدي اليمن، والله العظيم أن باطن الأرض عندنا أهون من ظاهرها، ونقدم رؤوسنا على بلادنا. لكن نتيجة لمواقفي أنا لا أستطيع بسبب الحوثي الإيراني الشيعي الذي حاطط اسمي على رأس القائمة أن يقتلني. عليكم أن تختاروا ألفاظكم شوية. أنا ما جيت الآن أعلمك كيف تتكلم، المفروض أن يكون عندك لباقة الحديث. جيت تقول لي عندي أنا في المغرب يا سعد الشرعي. أنا أعيش في المغرب، نعم. عندك مشكلة؟ لماذا لم تأخذ بخطاب جلالة الملك أننا نطفئ الفتنة بيننا وبين الجزائر وأنت تظل تسب في الجزائريين؟ أشنو الفرق بينك وبين الجزائري الذي يسب المغاربة؟ أنا أمارس بين المغربي الذي يسب الجزائر والجزائري الذي يسب المغاربة. أنت سألتني اصبر. أنت سألتني. أنا لا أتوقع أنك تعرف المغرب. أنا في المغرب أتمتع بهامش الحرية في الرأي، الحمد لله. عندما يأتيني إشعار من جهة مخصصة، يا أخينا اليمني البراني الذي تقيم عندنا، الطرح الذي تقوله يضر بأمن البلاد وجيراننا، سألتزم. أنا الحمد لله في القانون. لماذا لم أحاسب؟ لماذا لم تأتي لي جهة مختصة وتحبسني أو تطردني أو تطلب مني أنني أتوقف؟ عندكم حرية، هذا حريتي يا أخي. لكن من أجل الفتنة يا أسعد، ليس تشعل فتنة يا أخي. الفتنة أنا أفرق بينك أنت وزوجتك، هذه هي الفتنة. هذه الفتنة أن أنا أفرق بين المرء وزوجه. الفتنة بين الجزائر والمغرب قبل ما نولد يا صاحبي. حطنا موضوع يوم تكلمنا على اليمن، تكلمنا على الامور السياسيه. كلمك على اليمن، معنا حساب يمني يا اخي، اشترك في الحساب. الجزائر احنا قادين. وانت ليش بتسخن لك الفرفاره كل ما ذكرنا الجزائر؟ ايش المشكله عندك انت؟ ما تسخن الفرفاره، انا نسب الجزائر ويسبوني، انت ايش دخلك انت؟ بيني وبينك انا مغربي يا اخي، مغربي غصبا عنك. عندك مانع؟ ما عندي مشكله، ولكن خلاص يا اخي انا مغربي. الاغبياء المغاربه ليختبئون وراء واحد اجنبي يسب في الجزائريين. من يختبئ؟ من قال لك انه مختبئ؟